يلا نخش عند الحمام ونشوف هنعمل ايه النهارده مع الحمام. وزي ما متعودين ننزل لكم بالجديد، والجديد شديد بفضل الله. في الغية بتاعتنا المتواضعة هنشوف الحمام اللي طلع ونشوف الحمام الحصة طبعا، ونكمل الرسالة بتاعتنا ونقول لحبايبنا ومتابعينا ونفتح على الحمام. طبعا قافلين عليه، نفتح عليه اهوت، فتحنا عليه تمام، ونشوف مع بعض على الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جمعه مباركه على حبايبنا ومتابعينا ومشتركينا في كل مكان. طبعا احنا ظبطنا الغيه بتاعتنا القديمه والدنيا كانت تمام، وورينا لكم الفيديو اللي فات طبعا، وده يعني حاجه كده تكمله للفيديو اللي احنا نزلناه قبل كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، طبعا الفرد ده اللي احنا كنا بنكشفه وحاطينه طبعا في الدشار فوق على ظهر الغيه. طبعا انا لفيت عليه شكرتون لذاته بدل ما اقص فرد الحمام، بحاول برضو ان انا اوريكم اهو تمام. بس طبعا عشان انا اللي عامله لوحدي فلفيت عليه الشكرتون، وحبيت برضو ان انا اوريه لحبايبنا عشان الفرد ما يطرش واسيبه في الارضيه مع الحمام. الفرد ده ما طرش قبل كده. ده للعلم تقريبا هتبقى نتايه تمام. بسم الله ما شاء الله. دي هتبقى انتايه، هتبقى طيره تمام. فطبعا احنا هنسيبها في الارضيه تمام، هنسيبها في الارضيه مع الحمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا اولاد الحمام اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. ادي زغلول اهوت فك، بسم الله ما شاء الله. ده عمر 4 ايام اهوت، عمر 4 ايام. اللهم صل على النبي. طبعا الفيديو اللي احنا نزلناه قبل كده يا جماعه كان الحمام ده لسه ما طلعش، فاحنا هنطلع بقى القفص ده بره تمام. هنطلع القفص ده بره كده في الشمس. وطبعا فتحنا على الحمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اي حد يخش معانا يا جماعه يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام قبل اي حاجه. طبعا العلافات ديت بقى خلاص كده ما عادش لها لازمه دلوقتي. عرفنا الصبح خلاص كده نكفيها تمام، علشان الحمام ما يعملش ايه زبل فيها تمام. حبايبنا متابعينا في كل مكان، تحياتنا لاخواتنا ومتابعينا غوات الحمام سواء جوه مصر او بره مصر. فيديو جديد وفيديو جميل لكل حبايبنا ومتابعينا، وكم معلومه حلوه لكل حبايبنا وعشاق الحمام في كل مكان. للناس المحترمه، الناس اللي بتتابعنا سواء من داخل مصر او من خارج مصر، تحياتنا للجميع. طبعا احنا فتحنا على الحمام يا جماعه زي ما انتم شايفين. طبعا اول ما بدانا الفيديو بتاعنا الحمام محبوس بقاله فتره، وفي حمام قصينه تمام، اتكلمنا في الموضوع دوت. وفي حمام كان بيكسر، وبفضل الله ادي اهو بسم الله ما شاء الله. الحمام ده بشر، ده على فكره الشبابيات تمام. انا سايب الحمام ياخد حقه، ما تزنقوش في الشغل. الحمام يكمل الريش بتاعه والعمر بتاعه تمام، علشان يطلع طبعا زغاليل كويسه. بسم الله ما شاء الله. ده اول بطن واول حصى للقص ده، الفرد دوت تمام. فاكرين الحمام اللي كان بيكسر بعضه واحنا كنا فاتحين له؟ هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف تحت الفيديو، وفي علامه الاي طبعا في الفيديو هتشوفها لو انت ما شفتش الفيديو بتاعنا اللي احنا نزلناه المره اللي فاتت تمام. وكان تقريبا برضو يوم الجمعه، كنا عاملين فيديو جميل كده. لو لسه حد ما شافوش طبعا يخش يتفرج عليه. طبعا الحمام بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. عشان الناس اللي هي كانت قلقانه وبتقول الحمام ما حصاش ليه يا جماعه، الحمام اهو بفضل الله بسم الله ما شاء الله. دعوات كلنا بالبركه والتوفيق طبعا. ادي اهو الحصى اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله تمام. ده اول بطن للقص دول تمام. الحمام خلاص بدأ شغل فعلا. شوف حاجه تاني. طبعا احنا هنسيب الحمام نطلع بقى بره كده شويه علشان الحمام يطلع براحته، الحمام يفك نفسه زي ما احنا متعودين. ونقول لحبايبنا الحمام اللي في الدشار اهو، الحمام اللي في الدشار اهوت بسم الله ما شاء الله. وده الحمام اللي احنا فتحنا له. حمام طلع بره طبعا، نظفنا المكان زي ما انتم شايفين كده. لازما المكان عندك يبقى نظيف،
لازم المكان عندك يبقى نظيف. سيب الحمام بقى طبعا في الشمس، واتكلمنا عن الموضوع دوت. نسيب الحمام في الشمس يطلع. الحمام اهو يا جماعه، الحمام اهو بسم الله ما شاء الله. الحمام المقصوص اهو، الحمام المقصوص اللي الناس كانت بتسال عليه اهو يا جماعه. الحمام المقصوص اهوت، سيبه في الارضيه. نسيب الحمام في الارضيه زي ما انتم شايفين كده. نسيب الحمام في الارضيه يطلع يفك نفسه في الشمس. وبقولها ده مره واثنين وثلاثه. واللي ما شافش الفيديو بتاعنا طبعا يخش على قائمه التشغيل، وهسيب لكم برضو رابط الفيديو في صندوق الوصف عشان تتفرج على الفيديو من البدايه للنهايه. حمام بسم الله ما شاء الله طلع يفك نفسه في الشمس. تمام. طبعا احنا نظفنا تحت التراب، كان تحت التراب هناك كده، تحت التراب هناك كده ما كانش كويس. حمام طلع اهوت. حمام محبوس بقاله يومين ثلاثه، ما كنتش فاتح على الحمام. مع العلم النهارده طبعا الجو هوا النهارده، الجو هوا النهارده طبعا، فانا فتحت عليه برضه علشان بس في شمس. الجو هوا بس في شمس. تمام. دي مجموعه الشبابيات اللي احنا كنا، ارجعوا بس شويه كده ورا في الفيديوهات، كنا احنا عاملين فيديو، ركز معايا كده انا ببص على الحمامه. كنا احنا عاملين فيديو طبعا عن الشبابيات واول يوم طيران والكلام ده كله. بسم الله ما شاء الله الحمام بتاعهم حصه، حمام حصه اهوت. طبعا احنا كنا منزلين الفيديو المره اللي فاتت ما كانش لسه الحمام حصه ولا حاجه، كان لسه الحمام بادئ يكسر ويعمل العش بتاعه، وبفضل الله خلاص اهوت اشتغل. الحمام طلع يفك نفسه اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حابب ان انا افرجك واقول لك المعلومه صح واوصل لك المعلومه صح. والهدف من الفيديو ان انت ما تستعجلش على حمامك سواء في طيران او في انتاج. هدف من الفيديو ان انت ما تستعجلش على الحمام في طيران. الحمام اهو اللي في التراب عاوز يطير، الحمام ده جاهز، الحمام ده جاهز، الحمام ده جاهز. طبعا دي مجموعه تانية غير اللي احنا كنا طبعا حاطينها في الكشافه بتاعه العشه الكبيره. تمام. وده الحمام هنا اهوت. انا اطلع كده مع الحمام، افك الحمام براحته، اسيب الحمام يطير براحته، ما استعجلش عليه، ما اجريش ورا الحمام، ما هشش الحمام عمال على بطال. تمام. الفرد اللي احنا طبعا لفينا عليه كرتون ولازق هناك اهو عشان ما يطيرش زي ما يكون مقصوص بالظبط. ده بقى انا اصريت ان انا ما اقصوش ليه؟ لان انا هطير الفرد الحمام ده. دي تقريبا هتبقى انتايه وهطيرها بفضل الله، وطبعا من سلاله كويسه جدا. فانا حابب ان انا اسيبها تطير واسيب اخواتهم التانيين دولت برضو معاهم بحيث ان هي تكشف. وطبعا لسه شبابيات النتايه ديت، وده بشرهم بفضل الله. دعواتكم لنا بالبركه والتوفيق. ولو اول مره تشوفنا دلوقتي طبعا ما تنساش تعمل لنا اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه طبعا بنتشرف بوجودك بالاشتراك في القناه طبعا، والكومنت الحلو بتاعك بيرفع لنا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يا جماعه طبعا نظفت هنا، نظفنا العشه جوه، وفي نفس الوقت بننظف السطح. يعني انا بنظف السطح ما اسيبش السطح بتاعي. ادي فرد حمام اهو لسه جاي اهو. سيب الفرد الحمام ياخد الذره بتاعته ويجي، سيب الفرد الحمام ياخد الذره بتاعته ويجي. الحمام ده محبوس وفتحناه نش الحمام يسيبه براحته، سيب الحمام براحته، ما تجريش ورا الحمام ولا تهشه ولا الكلام ده كله. تفتح على الحمام اللي هيطير يطير، اللي يطير يطير واللي يجي يجي. الحمام بيطلع في الشمس طبعا وانا قاعد هنا معاهم اهوت. الناس اللي حابه ان هي تتفرج على الحمام، الناس اللي حابه تتفرج على الحمام وهو طاير. تمام. والناس زي ما انا وعدتكم اهو، يعني انا الكاميرا جايبه على قد ما اقدر بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرد اللي نازل ده ذكر طبعا، هو اللي مطلع زغلول، اللي فاكك زغلول اللي احنا شفناه مع بعض اهو. ده التاني اهو، ده التاني نزل اهوت على الظهر. المتعه كلها في النش، متعه الحمام في النش. طبعا مش بالساهل انك تسيب
الحمام بتاعك ويطير ويجي والكلام ده كله، وما تخسرش في الحمام بتاعك عشان ما يفقدش ويضيع. فطبعا اتعود وتعلم مننا. الحاجات اللي احنا بنقول لك عليها حاجات بسيطه وحاجات سهله، مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيله. بس طبعا في ناس مش حابه ان هي تتعلم، معلش اعذروني يعني، مش حابه ان هي تتعلم، حابين ان هم طبعا يفتحوا ويطيروا على طول والكلام ده كله. لا، انا دايما بقعد اغلبيه فيديوهاتي دايما بقول لك الدشار دايما بقعد اقول لك دشار الحمام وتكشيف الحمام وتعويد الحمام على المكان. دايما بقعد اقول لك كده، بقعد اقول لك كده ليه؟ مش من فراغ، عن تجربه، بقول لك عن تجربه. طبعا في حمام لسه طاير، في حمام لسه طاير. اصبر على حمامك وركز، وركز وشوف بنفسك. شوف بنفسك. اللهم صل على النبي. انا احب اطلع كده اقعد مع الحمام، افتح على الحمام، الحمام يكشف، الحمام يطير، الحمام يطلع في الشمس. عايزك تعمل كده، عايزك تعمل كده، ورب باقل الامكانيات، مفيش حاجه هتوقفك. ودايما بقولها بسم الله ما شاء الله. الاكتاف طايره اهيت، الاكتاف طايره. ادي الفرد اهو. طبعا هو لو مفكوك الوقت هيقوم. انا بقى بسيبه كده يطمن. الفرد ده شايفين؟ اللي ايد عليه ده شايفين بيعمل ازاي؟ طبعا هو دلوقتي متكتف زي ما يكون مقصوص بالظبط. لو انت مش عاوز تقص اعمل زي ما انا بقول لك كده. بكره لزق، بكره لزق ب5 جنيه، شكرتون اسمر، شكرتون اسمر، تمام، زي دي كده. بكره لزق زي دي، وتلف 5 ريشات اللي هم الطوال، 5 ريشات لفرد الحمام في الجناحين، او جناح وجناح مش هيطير. يعني لو عملت جناح وجناح برضه مش هيقوم. تمام. حابب زياده تاكيد اعمل الجناحين. 5 جنيه هتجيبها، هتلف الشكرتون على فرد الحمام. تمام. هتلف الشكرتون على فرد الحمام على جناحه. ادي جه اهوت الازازي، جت اهيت، نزلت على الظهر هناك اهي. عايزكم بس تشوفوا كل حاجه على الطبيعه. بننش الحمام، بنطير الحمام بتاعنا. الحمام بتاعنا نسيبه يقوم ويطير براحته والكلام ده كله. هتلاقي بقى عليه وقت لما تيجي تفتح على الحمام المجموعه اللي هي بتطير دي هتاخد بعضها وتطير. مش مستعجلين على حاجه. هتلاقيهم برضو ومسيري هوريهم لكم وهم عاملين مجموعه بفضل الله. وهتشوف الحمام بيعمل ايه عشان ما يركنش عند اي حد. انا الهدف كله ان انت لما تفتح الحمام، طب ما انا ممكن اقوم اجري ورا الحمام دلوقتي اطير لك الحمام هيطير وهضغط عليه والكلام ده كله. الحمام لسه طبعا لسه ما اكتملش، الحمام لسه طبعا ما الفورمه بتاعته لسه ما جهزتش، فمش هيلف زي ما انت عاوز. فانت بتسيبه براحته لحد ما يجهز. هتلاقي الحمام بتاعك اول ما تفتح له هتلاقيه بياخد في وشه ويطلع على طول، ياخد في وشه ويطلع على طول. تمام. دينا نضفنا هناك اهو تحت التراب عند السلم كده. تمام. وظبطنا الدنيا علشان الحمام لما يطلع على السطح عندك يبقى السطح بتاعك نظيف، يبقى السطح بتاعك نظيف. يطلع ياكل، يطلع يلقط، يطلع يحدق، الكلام ده كله، ياخد العناصر اللي هو عاوزها، يفك نفسه في الشمس. دايما بقول لك فرد هناك اهو طلع. لازم أن تسيبه يطمن كده، لازم أن تسيبه يطمن على السطح. وبعد كده هنفتح له. واليوم اللي هنفتح فيه للفرد الحمام دوت او لاي حمام هنفك اللزق، وهيبقى برضه قدام حبايبنا وقدام متابعينا ومشتركين القناه بتاعتنا اللي موجودين في القناه بتاعتنا الحمام الزاجل العلم وفن ونمبر 1، الناس اللي موجودين معانا دايما. انا بصور وانا قاعد اهو في وسط الحمام والحمام جنب مني اهوت. خلي الحمام بتاعك يطمن على المكان اللي هو بيتربى فيه. دايما بقعد اقول لك ما تجريش ورا الحمام. دايما لاحظ دايما في اغلبيه فيديوهاتي ما تجريش ورا الحمام. عود الحمام على المكان، دشر الحمام، ما تستعجلش في طيران الحمام. ظبط كل الحاجات دي كلها ليه؟ علشان ما يضيعش منك حاجه، عشان ما يفقدش منك حاجه، علشان حمامك برضو يحفظ المكان بتاعك. الكلام ده كله اتعلم من الفيديوهات اللي احنا بنعملها. الحمام اللي في التراب هناك اهو، مش عارف بقى الكاميرا جايباه ولا لا طبعا عشان انا قاعد، فزي ما انتم شايفين كده
الحمام اللي طاير هناك ده مش تبعنا، ده التاني ده مش تبعنا. هدف من الفيديو انك تتعلم وتصبر على حمامك. مستعجل وعمال بتقول الحمام لسه ما حصاش، اصبر، الحمام هيحصي، الحمام هينتج، هتبقى الدنيا معاك تمام وكل حاجه تمام. زي ما انتم شايفين احنا الاسبوع اللي فاتت كنا عاملين الفيديو، كنا منزلين فيديو برضه وسايبين الحمام بتاعنا. كان الحمام لسه بيكسر بعضه، كان لسه في حمام عامل عش، كان لسه في حمام طبعا ما بطشي، وفي حمام مازال برضه لحد دلوقتي لسه ما حصاش والكلام ده كله. حاول بقدر الامكان انك تصبر وتطول بالك على الحمامتين اللي انت بتربيهم. تمام، حاول انك تصبر وتربي حمامتين صح. نظفنا المكان دوت ما كانش كويس، نظفناه، حتى مكان الميه اهوت لسه تمام. حمام يطلع ياكل. بس نشوف حاجه كده قلب العشه. الحمام اللي محص هناك طبعا طلع بره تمام، وده الذكر اهو اللي كان طاير جه طبعا علشان مطلع زغاليل، فطبعا لازم يجي يدفيهم، فانت ما تزعجوش برضه. نحاول ان احنا برضه ما نزعجوش، علشان طبعا الجو في نسمة هوا برضه اهوت وبرد، فانت تحاول بقدر الامكان انك تسيبه براحته، ما تستعجلش انك تطيره وتجري وراه والكلام ده كله وترجع تقول الزغاليل بتموت والكلام ده كله. ودي النتايه بتاعته، طبعا هي داخله تطمن دلوقتي علشان تشوف داخله تطمن عشان تشوف نزلت هناك اهيت. نزلت هناك. دي العشه القديمه بتاعتنا يا جماعه، العشه القديمه اللي احنا بنربي فيها. عندك بقى لو عشه صغيره زي دي كده، حاول بقى انك تعمل لك رزه زي دي كده، علشان انا ضاع مني حمام بسبب برضو الحاجات دي، ضاع مني حمام بسبب الموضوع ده. قفل صغير وزي ما انتم شايفين كده تمام. ما تنساش الحاجات الصغيره دي علشان الباب ما يتفتحش منك، مفيش حد او طفل صغير او اي حد يطلع يفتح الباب يطير الحمام بتاعك ويضيع، ونرجع نقول الحمام بتاعنا ضاع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الجو فيه هوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. سيب الحمام يطلع ياكل براحته على السطح. سيب الحمام براحته كده زي ما انتم شايفين. اكل الحمام بتاعك وشيل العلافات من قدامه. بعد ما تاكل شيل العلافات من قدام الحمام، يعني بعد ما تاكل كده شيل العلافات من قدام الحمام علشان الحمام ما يعملش فيها زرق والكلام ده كله تمام. طالما الحمام فتحت له والحمام كال والدنيا معاك تمام، شيل وما تخافش على حمامك. لو عملت الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، النظافه دايما باستمرار. المكان اللي انت بتربي فيه سواء بتطير او ما بتطيرش زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين كده نظف السطح للحمام. الحمام يطلع، الحمام يروح، الحمام يجي، الكلام ده كله الحمام اللي في قلب الكشافه، عاوز يطير خلاص، عاوز يتفك. طبعا ده بقى محبوس عاوز يطلع ده لو اتفتح له هيفلق على طول. جمعة مباركة على حبايبنا ومتابعينا وكل اخواتنا في الوطن العربي، وتحياتنا لاخواتنا في كل مكان، الناس اللي جوه مصر واللي بره مصر، تحياتنا للجميع، واخواتنا اللي بتتابعنا في كل مكان سواء في المملكة العربية السعودية، في العراق، في الكويت، الجزائر، المغرب، الامارات، لبنان، عمان، بيروت، في مصر، داخل مصر، خارج مصر، اوروبا، بلجيكا، في كل مكان. على اي واحد غاوي حمام بيشوف الفيديو بتاعنا طبعا وحابب يدعم الهوايه بتاعتنا والغايه بتاعتنا، ما ينساش يعمل لنا اللايك
والشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وفي نفس الوقت الفيديو ياخد حقه علشان الناس تتعلم والناس تشوف البساطة والتواضع والحاجات دي كلها. ما تجريش ورا الناس اللي هي بتحب تزوق في الكلام والكلام اللي ملوش لازمة، واللي يقول لك انا عندي وانا عندي والكلام ده كله علشان يسوق لنفسه، وجايب حمامة ب20,000 وب30,000. اللي جايب ما تشغلش دماغك بحد، خليك انت في الحمامة اللي انت بتربيها والحاجات الكويسة اللي انت بتربيها، وانت هتقتني احلى حمام واحلى سلالات، وبدماغك هتشتغل وهيبقى عندك احلى حمام في الدنيا. تمام، بفضل الله. ده حمامنا المتواضع، وبفضل طبعا حبكم ودعمكم لنا في القناة بتاعتنا المتواضعة، وبنفتخر باخواتنا ومتابعينا غوات الحمام في كل مكان. بنفتخر بهم طبعا، الناس اللي بتتابعنا في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر، الناس اللي زي العسل طبعا. القفص ده انا ببقى كشف فيه الحمام. ادي السلاكه بتاعتي، ادي السلاكه بتاعتي. لو انت ما فيش عندك سلاكه، اعمل لك سلاكه زي القفص ده كده، زي القفص ده كده اللي انت شايفه اللي واقف عليه الفرد الحمام ده. تمام، ويطلع كوبايه الشاي الجميله بتاعتك، تمام، او فنجان القهوه بتاعك، تطلع معاه الحمام بتاعك زي ما انتم شايفين كده. تقعد مع الحمامتين، تعلف الحمامتين بتوعك، تشوف الحمام محتاج ايه، تشوف الحمام عاوز ينظف تحته ولا لا. استغل يوم الجمعه ده، انا عايزك تستغل يوم الجمعه زي ما احنا بنعمل كده، تنظف، تكنس تحت الحمام، تشوف الحمام بتاعك محتاج ايه تعمله له. الميه دايما باستمرار، صدقني مش هتحتاج علاج لو عملت الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. الشمس زي ما انتم شايفين كده، الشمس زي ما انتم شايفين. انا قاعد اهو، قاعد في وسط الحمام والحمام قدامي اهو، اللي بيطير بيطير واللي بينزل ينزل، والكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده. اه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده. تمام، دردش مع بعض، بنتكلم مع بعض، نفتح على حمامنا، تشمس، تشوف، اصبر على الحمام بتاعك اللي لسه ما حصاش. شاري حمام من حد وخايف عليه، يا تقص الحمام بتاعك، بلاش نتف ريش الحمام في الايام اللي احنا فيها دي، دايما انا بقولها، يا تقص ريش الحمام، ما تقلقش الحمام هيبيض وهيشتغل وهتبقى الدنيا عندك تمام. يا تعمل لزق على شكرتون زي ما انا قلت لك كده، بكره لزق زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو، ولف على ال5 ريشات او ال4 ريشات الطوال، لف عليهم شكرتون جناح وجناح او جناحين، عامه هو سواء كده او كده مش هيطير. تمام، بس انت زياده امان ليك اعمل الجناحين، مفيش مشكله زي ما انا عامل ووريتك كده اهو. الفرد هناك اهوت في وسط الحمامه، لما يطلع ويجي، لما الفرد يخش ويطلع ويجري على السطح والكلام ده كله طبعا الفرد الحمام هيطمن، فرد الحمام هيطمن. تمام، فرد الحمام هيطمن. اكل الحمام اهوت واحنا قاعدين برضه، بسم الله ما شاء الله، واحنا قاعدين مع الحمام كده. اكل الحمامتين بتوعنا برضه. بقول لك دلع حمامك تضحك عشان الناس اللي بتتابعنا، ما بقول لك دلع حمامك وفرفش حمامك كده، وفك على حمامك كده، بلاش الخنقه اللي انت خانقها له دوت، واقعد في وسط حمامك كده شوف ناقصه ايه. دي غيه يا جماعه، دي غيه. سيبك من التجاره وسيبك من الكلام ده كله، ومش عيب التجاره برضه ولا حاجه. دي انتايه طبعا من النوتي اللي انا يعني بحبها جدا، النوتي اللي انا برميها وبتجيلي من اي مكان. يعني انا مجرب النتايه دي بسم الله ما شاء الله، احفادها عندي، وطبعا من سلاله قويه جدا. عايزك بس تتفرج وتصلي على النبي كده، قول بسم الله ما شاء الله واذكر الله كده. تمام، ولو وصلت هنا طبعا ما تنساش طبعا تعمل لنا اللايك الجميل بتاعك. اكل الحمام اهوت. تمام، واحنا قاعدين الحمام اهو، اللي بيطير واللي مقصوص زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين. دي غيه عشق، حمام عشق يا جماعه. مثال هناك ديت بهنا حصت، ايوه هي اللي محصيه بين على الذكر صح، في الصندوق الخشب، خايفه تطلع بره، مقصوصه على فكره. النتايه هناك دي، النتايه اللي بتنظف نفسها هناك دي مقصوصه. ده ذكر بسم الله ما شاء الله من الابواب والحمام اللي هو القوي، دي كلاك في جانسون بسم الله ما شاء الله.
اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. دعواتكم لنا بالبركه طبعا، التوفيق. حمام سايبه براحته اهوت. مع احلى متابعين، احلى مشتركين، حبايبنا واخواتنا ومتابعينا في كل مكان. سايب القفص ده، انا حابب ان انا مصر ان انا اسيب القفص دوت علشان الناس اللي ما فيش عندها سلاكه. مش عندك سلاكه، اعمل لك سلاكه زي دي كده، قفص واعمل زي ده كده. تمام، اعمل لك قفص زي ده كده. تمام. عال. سيبه يجي ياكل قدامك كده، تجريش وراه ولا تعمل حاجه ولا تخوفه ولا حاجه. تمام، ما تجريش وراه ولا حاجه. اديله الامان كده عشان الفرد الحمام يحبك ويحب المكان بتاعك. حتى لو راح فين هيجيلك. فرد الحمام لو راح فين او اتمسك منك هيجيلك. تمام. انا دي وجبه كده يعني فرفشهم كده وتزود لهم كده. ما بنمسكش الحمام ولا حاجه يا جماعه، سيبهم كده براحتهم كده. عايزك تعمل زي ما احنا بنعمل كده، اعمل زي ما احنا بنعمل كده بفضل الله. اعمل كده اللي انا بعمله ده، هو عايزك تعمل زيه. اللي انا بعمله مع حمامي عايزك تعمل زيه. ده الكلام ده لاخواتنا المبتدئين واخواتنا الكبار ولاي غاوي يشوفنا في اي مكان وفي اي بلد بيتابعني. اعمل مع حمامك كده، سيبك من المنظره، سيبك من الكلام اللي ولا يودي ولا يجيب. انا عايزك تخليك متواضع وتخليك على وضعك وتخليك ثابت على مبدأك طبعا وتربيتك وغيتك الحلوه اللي انت بتربيها. افرخ فرد حمام يكون كويس، سيبك من الادويه. عايزك تسيبك من الادويه وسيبك من الفيتامينات والكلام ده كله. الحاجات دي احنا قلناها قبل كده عند الضروره بس، عند الضروره فقط لا غير. تلاقي حمامك صحته حلوه، الفورمه بتاعته كويسه، هتلاقي مناعه فرد الحمام كويسه. حتى الفرد الحمام لو صابه حاجه لا قدر الله هتلاقي الفرد الحمام بتاعك 100 فل و14 مفيش فيه اي حاجه. ان صابه حاجه واديت له علاج هتجيب نتيجه معاه. انما انت عمال بتدي علاج عمال على بطال، فانت كده بتضعف مناعه فرد الحمام. فبلاش الكلام ده، بلاش انك تدي علاجات عمال على بطال. نصيحتي ليك ورسالتي ليك والهدف من الفيديو انك تتعلم. هذا اللي شفت الفرد، هذا الفرد اللي احنا عاملين عليه كرتون لزق بيجازف عاوز يطلع يقف في القفص. القفص ده اللي كنت بكشفه فيه ومصر ان انا اسيبه كده عشان برضه اوريه لك وتبقى شايف كل حاجه. فرد الحمام هناك اهو، شوف نافخ نفسه عضلات اهو، عضلات اهو، يا سلام ما شاء الله. يطلع كده يطمن مع الحمام، يروح ويجي يدرج على السطح، يروح شمال يمين زي ما انت شايف كده. مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيل، مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيل. طبعا اللي راقد على الحصى راقد، واللي بشر بفضل الله، والشبابيات بدأت تشتغل بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وده فرد منهم، ده فرد منهم. اللهم صل على النبي. طبعا جمال وحلاوة الحمام، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. دي انتايه برضو مطلعه زغلول. تمام، ذكرها جوه، عين باكمه وعين صفرة. سبحان الله. النتايه دي قعدت يومين 3 بره، اللي انتوا شايفينها دي ورجعت بفضل الله. قعدت يومين 3 بره ورجعت لوحدها. قبل ما تحصي ما تقوليش بقى ده هي رجعت عشان الحصى والكلام ده كله، ده من وهي صغيره. ده انا بقول لك على الحاجات دي وهي صغيره. وفي حمام قعد بالست شهور ورجع. ما هو انت عوده وكشفه ودشره واكله وشربه وخلي مزاجه حلو، هتلاقي الحمام يجي لك. ما تقعدش تجري وراه وما تديلوش حقه في الدشار وفي التكشيف والكلام ده كله وتقول الحمام بتاعي ضاع والكلام ده كله. لا، اعمل اللي انا بقول لك عليه، صدقني هتكسب، مش هتخسر ولا حاجه. اعمل لك فيديو حلو اهوت، سيب لكم الفيديو التاني برضه اللي احنا كنا منزلينه قبل كده واحنا بنفتح على الحمام برضه. لو انت ما شفتوش هسيبه لك في صندوق الوصف. خش اتفرج على الفيديو من البدايه للنهايه، ما تخشش على اول دقيقه كده وتجري. لا، شوف
شوف ومتع نفسك وتعلم. طبعا خافهم مفيش كرة. الهوا طير كيس فقاموا خايفين. سيبهم بقى براحتهم كده لما ينزلوا. طار اهو، سيبهم براحتهم، يطير يروح يجي، متشغلش دماغك بيه، ما تشغلش دماغك بيه. انت بتعمل اللي عليك والباقي على الله. كشف ودشر وما يهمكش، خلي قلبك جامد، قلبك حديد. طول ما انت بتربي حمام ما تقلقش ولا تخاف من حاجه. طايره. طبعا الحمام المقصوص دخل جرى جوه، خاف. خاف جرى دخل جوه على طول. فرد نزل هناك اهو على الظهر. يلا يا عم، مش خساره فيكم، مش خساره فيكم. القطار ده يلف ويجي الجو هوا طبعا في ايه، يمين شمال، يلف لفته ويجي بفضل الله اهو. ادي واحد نزل اهو، والتاني اهو. الله حي، التالت جاي اهو فوق اهو. الله حي. التالت جاي اهو. اول نزل، التاني نزل، التالت جاي اهو. اللي رفعهم هيجوا اهو. طايره. ده فرد غريب اهوت، شايفين؟ انا بقى ما بحبش كده. انا وانا بصور الفيديو اهو مش هنقطع منه حاجه، سايبه لك على الطبيعه. ادي فرد بلدي غريب اهوت رزل جاي اهو. هو دي اللي احنا بنقول عليه بقى ما بيحبوش ينزل اهو. التالت جه اهو. بفضل الله، بفضل الله على تحت اهو. ما ركنش، ما راحش هنا، ما راحش هنا، لف لفته وجه. انا بقى بقول بقى الفرد الغريب اللي زي ده كده تطيره. ده فرد طفس غريب جاي ياكل مع الحمام. انا بقى انضف حمامي واحمل الحمام بتاعي وما اخليش فيه ولا دبان ولا سوس ولا فاش ولا الكلام ده كله، ولا يكون بيه دبان الحمام والكلام ده كله، ويجي طبعا يزهقنا وقرفنا طيرته. ما يلزمنيش ده. لو انا حطيت علف الوقت ودخل جوه هيخش، بس ما يلزمنيش ده، ما يلزمنيش. انا بصور الفيديو اهو على الطبيعه، طاش منه حاجه. شوف بس، انا عايزك تتعلم وتشوف بنفسك. تلاقي الحمام الغريب دايما يجي حمام ملوش اصحاب او له اصحاب ما باكلوهوش، محدش بيسال فيه، ما تفهمش دنيته ايه. يجي حامل لمرض ينزل مع الحمام بتاعك، تمام، يعدي الحمام بتاعك، يعدي الحمام بتاعك. رخر انا دايما باستمرار بحاول بقدر الامكان، يعني بفضل الله وكرمه، ان انا ما افتحش على الحمام عمال على بطال. انا ما افتحش على الحمام عمال على بطال. كل واحد وله نظامه وله طريقته. انا راجل بتعب، راجل غاوي بتعب في الغيه بتاعتي، وبنظف وبعمل كل حاجه في غيتي، وبطهر المكان، وبقلل الامكانيات بفضل الله عشان نطلع زغلول يكون كويس، فرد حمام يكون كويس، فرد حمام تكون صحته كويسه. يجي فرد غريب ينزل مع الحمام بتاعك وانت تفرح بيه سيادتك وتمسكه؟ لا. انا رسالتي ليك بقى ونصيحتي ليك والهدف من الفيديو ان انت ما تمسكش حاجه مش بتاعتك، عشان الفيديو ده كده يبقى حلو لكل متابعينا وكل غواة الحمام. الناس اللي بتتابعنا سواء داخل مصر خارج مصر، في اي مكان بتشوف الفيديو بتاعنا، انت شفت على الطبيعه فرد حمام غريب يجي عشان ياكل مع الحمام بتاعك، طيره. ده لو نزل فيه ناس عندها مضارب بتضرب الحمام وبتمسك والكلام ده كله، لا، انا مش عايزك تعمل كده. انا عايزك تخليك في حلالك في الطيور اللي انت بتربيها فقط لا غير. ما تشغلش دماغك بحمام حد، سواء بلدي سواء بقى زاجل مش تبعك، حاجه بتاعتك بس اللي تربيها، حاجه بتاعتك اللي تربيها، ما تمسكش حاجه مش بتاعتك. دي لاخواتنا اللي هم طبعا الغواة المبتدئين اللي بتفرح بالحمام،
والناس طبعا القديمه طبعا مع احترامي للناس المحترمه اللي بتمسك حمام وتاخده تروح تبيعه في الاسواق والكلام ده كله، لا انا مش عايزك تعمل كده، انا مش عاوزك تعمل كده. تمام، مش عاوزك تعمل كده خالص. عايزك تخليك في الطير بتاعك، الحمامه بتاعتك اللي انت بتربيها النظيفه، طهر مكانك، عالف حمامك، سقيتك نظيفه، حمامك دايما باستمرار تحافظ عليه. اي فرد غريب بنقصه ما مش هو اللي هيزود ولا هو اللي هيعمل حاجه يعني. تمام، خليك في الحلال اللي عندك، صدقني ربنا يبارك في اللي عندك. وبتمنى لكل اخواتنا وكل متابعينا وعشاق الحمام وغوات الحمام في كل مكان ان هم طبعا يبقوا بصحه وسعاده وسلام. كل مشتركين القناه المحترمين طبعا، الناس اللي بتتابعنا، الناس اللي بتدعمنا باللايك الحلو بتاعها والكومنت الايجابي عشان نستمر طبعا في نشر الفيديوهات. فاحنا كده بنوصل لك الرساله على الحمام. ايوه، وصل لك الرساله على الحمام، شايفين؟ عصفوره عصفوره بتطير الحمامه. عشان نوصل لك المعلومه صح، هدف من الفيديو انك توصل لك المعلومه صح وتربي حمام، فرد حمام يكون كويس، فرد حمام تكون صحته كويسه، فرد حمام يكون وفي، فرد حمام تكون مجربه عنده اصرار وعزيمه ان هو يثبت عندك ويحفظ مكانه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده على الطبيعه، ده فرد نزل اهو على الظهر اهوت، في لسه فرد لسه طاير على فكره، لسه في فرد. تمام، هما 9 بيطيروا والباقي مقصوص طبعا، فيهم اغلبيتهم تحت اهوت هنا 3 4، نزل 3 لسه واحد بره والباقي تحت على الارضيه. الحمام بقى اشتغل يا جماعه، الحمام خلاص كده بدأ يشتغل، الحمام بدأ يشتغل. الناس اللي مستعجله على الحمام خلاص افرح يا عم، خلي مزاجك حلو، الحمام اشتغل والدنيا تبقى تمام ويبقى عندك زغاليل. للناس اللي لسه ما طلعتش زغاليل هيبقى عندك زغاليل وهتبقى الدنيا عندك جميله 10 على 10. صبرت ونظفت وطهرت واكلت حمامك حلو، هتلاقي نتيجه، وهتلاقي زي ما انت شفت في بدايه الفيديو كده وريتك بفضل الله الحمام اللي حصل، الشبابيات اللي حصلت. طبعا بشاير الخير دايما بقولها، قربت بفضل الله واشتغلنا بفضل الله، الموسم بدأ يشتغل بفضل الله خلاص. حمام كتير بدأ يشتغل، حمام كتير بدأ يحصي، حمام كتير بدأ يطلع زغاليل، وفي عندك برضو حمام، وفي أغلبية الناس برضو، وفي موجود عندنا حمام لسه ما اشتغلش برضو. ما تستعجلش، اصبر، كل حاجة هتيجي في وقتها. عاوزك كل حاجة هتيجي في وقتها، كل حاجة هتيجي في وقتها. سيبهم براحتهم كده على السطح كده يلفوا لفتهم، يلفوا لفتهم كده براحتهم. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. فرد حمام رزل، شايفين؟ اطيره يجي تاني، كل ما اطيره يجي تاني، كل ما شايفين؟ كل ما اطيره يجي تاني. ده بقى اللي انا مسكته كذا مره وطيرته، كل ما يخش الغيه عندي اطيره، مصمم ان هو يجي، مصمم ان هو يجي، عشان انا مانيش عايزه هو اللي بيجي، عشان مش محتاجه ما يلزمنيش دايما لازق، عشان بنعلف الحمام كويس لازق، عاوز دنيته موجود هنا، عاوز يخش ياكل مع الحمام وبيعيش جوه، وانا امسكه اطيره، والله بالليل اطيره وبالنهار اطيره، مزهقني، مش عارف ده تبع مين، ده حد مسلطه عليا ولا مش عارف بان حد مسلط الفرد ده عليا ولا مش عارف. يجي ياكل العلف ويجري، ياكل العلف بتاع الحمام ويجري ويخلع. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك في الحلال يا اولاد، محدش يجري. الكلام ده لمتابعين القناه طبعا، محدش يجري ورا الحمام اللي مش بتاعه. تمام، بتاعي نزلت اهي، بسم الله ما شاء الله، طايره من ساعه ما قامت. تمام،
ما تركنش ولا تروح هنا ولا هنا، تلف لفتها وتيجي. طالما انت ما خوفتهاش ولا طيرتها، كيس بس بلاستيك طيرها، تلف لفتها وتيجي. انما انت بقى لو عمال على بطال عمال بتجري ورا الحمام وتهش فيه وتنش فيه وتلقى شمال ويمين والجيران تشتكي منك وخبط ورزع بقى وطالع فوق، الكلام ده للغواص الصغيرين طبعا اللي بادئين يربوا حمام، ويطلع يمسك عصايه ويجري ورا الحمام ولقى والناس تشتكي منه وكسر ازاز الجيران. لا، ما تكسرش ازاز الجيران. تمام، ما تكسرش ازاز الجيران علشان الناس ما تقلقش منك وتتعقد منك وتدعي عليك. وتدعي عليه، خليهم يدعي لك بالهدايه كده والبركه والتوفيق كده وربنا يرزقك. وبلاش تقعد تخبط وترزع وتقلق الناس حواليك والكلام ده كله. كل ده مش هيعمل لك حمامه قويه ولا حاجه. لا، انت بدماغك وشغلك وانتاجك وفرخك وتركيبك للحمام وتوفق الحمام مع بعضه، الحاجات دي كلها هي اللي هتخلي الحمام عندك حلو، صحته كويسه، طلع فرد حمام عندك يكون ممتاز، فرد حمام يكون سوبر. تمام، فرد الحمام اهو هناك اهو برضه مصمم ان هو، لا سيبك منه سيبك منه سيبك منه، ده باينه ما فيش حد بياكله، اصحابه ما بياكلوش او حاجه. اه، ما بياكلوش ولا حاجه، مصمم ان هو يجي برضه، عايز يخش مع الحمام، يخش يلزق مع الحمام هنا نطلعه يجي. كل ما ينزل هنا طياره دايما كده على طول، طياره كده على طول يا مازن احسن. بسم الله ما شاء الله. تمام، مش عايزين نطول على حبايبنا اكتر من كده، اخواتنا ومتابعينا غوات الحمام في كل مكان. لما تسيب حمامك كده براحته مصلحه كبيره جدا. تعلم، شوف بنفسك احنا بنعمل ايه، شوف على الطبيعه اللي احنا بنعمله. هدف من الفيديو ان احنا بنعلم لك ونوصل لك المعلومه صحيحه وتشوف كل حاجه على الطبيعه. عندك حمام مش عاوز تقصه زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو كده، اعمل لزق على جناح الحمام، بسطر الحمام، بسطر جناحه، مش تبسطره كله ايدين ورجلين، لا. تمام، اتعلم صح. عاوز تقصقص برضو ماشي، النتايه نزلت هناك اهيت، ده كانت طايره. تعال، رايح فين؟ تعالى قشطه. تعال، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. رايح فين؟ تعال، سيبهم براحتهم كده. اللهم بارك. لازم نعمل لك فيديو يكون على الطبيعة، يكون على الطبيعة وفي مكاننا وغيتنا وزي ما انتم شايفين كده على الطبيعة، علشان الناس اللي بتصعب الامور على الغواة المبتدئين. مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة ولا الكلام ده كله. تمام، المكان اللي احنا منضفينه اهو، دايما بقول لك نضف كده المكان عشان الحمام لما ينزل ياكل على السطح ويمشي يبقى المكان عندك نظيف. تمام، سيب الحمام يمشي في الارضيه، سيب الحمام يمشي في الارضيه علشان يتعود ويطمن للمكان اللي هو بيتربى فيه. طولنا عليكم احنا كده، طولنا عليكم في الفيديو ده. شايفين الحمام اللي الحمام بياكل بقى حدق، رمل، طوب، حجاره. تخافش الناس اللي بتقول ان الحمام بياكل طين وبياكل رمل والكلام ده كله، لا يا عم، هو بيدور على الحاجات دي، هو بيدور على الحاجات دي. ما تشغلش دماغك بيه، مش هيجرى له حاجه ولا هيتعب ولا هيجرى له حاجه، لا ده بالعكس هيبقى كويس وهتبقى صحته حلوه. سيبه ياكل اللي هو عايز ياكله، سيبه ياكل اللي هو عايز ياكله. تمام، الشباب الصغيرين اللي بتقول ان الحمام بياكل تراب والكلام ده كله، بكررها تاني وتالت اهو، سيبه ياكل براحته يا عم، ياكل هو ما يهمكش. تمام
كده يا ريت الرساله بتاعتنا تكون وصلت لكل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا، وانتظرونا طبعا في كل جديد وحصري. فتحنا على الحمام وبننش الحمام، والحمام يطير لوحده وينزل لوحده والكلام ده كله زي ما انتم شايفين على الطبيعه. ونش الحمام بتاعك، سلكاتك، دنيتك، غيتك المتواضعه، المكان اللي انت بتربي فيه نظف، الكلام ده كله. يا ريت تكون رساله وصلت لحبايبنا واخواتنا في كل مكان، غواة الحمام وعشاق الحمام وعشاق الحمام الزاجل الاصيل، وكل ما يخص تربيه الحمام، اخواتنا متابعينا مشتركينا طبعا في كل مكان. صور لك كل حاجه على الطبيعه. افتح، علم حمامك على المكان، دشر، عود، سيب الحمام براحته في الشمس، يحدق، ياكل، الكلام ده كله. الحمام يطلع يفك نفسه، الحمام يكسر بعضه، الحمام يعمل العش بتاعه، الكلام ده كله. سيب، دلع حمامك وسيبه براحته، اللي يطير يطير واللي يجي يجي. وطمن الحمام بتاعك على المكان، طمن الحمام على المكان وعوده على المكان بطريقتك كده وبدماغك الحلوه، علشان لو عاوز تنش هتنش. عاوز الحمام بتاعك تاخده في قفص جميل بتاعك كده وتاخده تدربه من اي مكان، تدربه وتعوده واحده واحده كده من بدايه كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو. طبعا هنبدا كل ده مع بعض برضه للناس اللي عاوزه كده. تمام، هنعمل لهم برضه فيديوهات جميله عن الحاجات ديت. وزي ما وعدتكم قلت لكم هنفتح الحمام وننش الحمام والكلام ده كله، وعملت بالفعل اهوت. وتحياتنا لكل متابعينا في كل مكان. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والشير طبعا والكومنت الحلو بتاعك. وبكده طبعا مش هنطول عليكم اكتر من كده، كفايه علينا بقى كده علشان اخواتنا بيزهقوا مننا طبعا. الناس اللي بتقول ان احنا بنطول في الفيديو، ناس طالبه مننا ان احنا نعمل لهم الفيديو دوت ويشوفوا كل حاجه كده على الطبيعه، ونفتح لهم الحمام وننشه. يا ريت رسالتنا تكون وصلت لكل الناس. وتحياتنا لكل عشاق الحمام الزاجل الاصيل، حمام الزاجل علم وفن ونمبر 1، وكل ما يخص تربيه الحمام ومتابعين قناتنا المتواضعه. وتحياتنا لكل مشتركين القناه، من اول مشترك لاخر مشترك عندنا في القناه بتاعتنا، من الصغير للكبير يعني. تمام، بنرحب بالناس المحترمه وبنقول لكم بالتوفيق والنجاح والتقدم والازدهار في كل مجالات حياتكم وحياتنا جميعا يا رب العالمين. وربنا يرزقنا جميعا بالخير والبركه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، علشان احنا كده طولنا عليكم، واسف لو كنت طولت على اخواتنا ومتابعينا طبعا غواة الحمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.